وجد وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم صعوبة كبيرة في تحديد اللائحة الاحتياطية بعد رفض عدد من اللاعبين الانضمام إليها، إذ كان يرغب في وضع عدد من الأسماء ليكونوا على استعداد للانضمام للمنتخب الوطني في حال حدوث أي طارئ في التشكيلة الرسمية التي أعلن عنها أمس الخميس. وكشف مصدر جامعي مسؤول أن غضب عدد من اللاعبين من اختيارات الناخب الوطني وليد الركراكي دفعتهم إلى رفض اللائحة الاحتياطية، بينهم لاعبين غيروا صورهم في مواقع التواصل الاجتماعي وحذفوا متابعتهم للصفحة الرسمية للمنتخب الوطني. وأوضح المصدر ذاته أنه تعذر على الناخب الوطني وليد الركراكي الإعلان عن القائمة الاحتياطية أمس الخميس خلال اللقاء الإعلامي لعدم الحسم في الأسماء. وأكد المصدر ذاته أن الركراكي ومساعديه يحاولون منذ أمس الخميس إقناع عدد من اللاعبين بالانضمام للائحة الاحتياطية التي سيتأخر الإعلان عنها إلى حين الحسم في هوية اللاعبين المرشحين للانضمام إليها. وأقدم عدد من لاعبي المنتخب الوطني مباشرة بعد إعلان وليد الركراكي عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني بإلغاء متابعتهم لصفحات الأسود على مواقع التواصل الاجتماعي كرد فعل على غضبهم على غرار ريان ماي ومنير الحدادي.